مساء الخير يا أحلى أخوات وأجمل أمارات. أنا سيلة، والنهاردة جاية فضفض معاكم في موضوع مهم قوي ولفت انتباهي في الفترة اللي فاتت، وهو إن في موضة جديدة طلعت عند أغلب البنات، وهي إنها بتقول أنا مرتبطة بشات جي بي تي. المشكلة إن ناس كتير هاجمت البنات دول، وطلعوا وهاجموا التطبيق نفسه كمان، وفضلوا يقولوا عليه كلام وطلعوا عليه إشاعات قد كده. المشكلة إنهم ما حاولوش يفكروا ولو مجرد تفكير، هي ليه البنت بتفضل إنها تلجأ لشات جي بي تي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضفضة أو الكلام عموما. ونيجي بقى للنقطة المهمة، وهي إننا نرد على السؤال اللي ما تسألش أصلا. 90% من البنات في العموم احتياجاتها بسيطة جدا، وأهم احتياج ليها هي إنها تلاقي في الشخص اللي بتحبه أو بترتبط بيه حاجة مهمة جدا اسمها المساحة الآمنة. وتيجي أمارية تسألني، هي إيه المساحة الآمنة دي يا سيلة؟ أقول لك يا قلبي سيلة، إيه المساحة الآمنة دي؟ أنا مثلا من الناس اللي كلامها قليل قوي ومحدود مع كل اللي حواليا، ومن الأشخاص اللي بتهرب من العلاقات، وبفضل الانطوائية على إني أتعامل مع ناس يرهقوني في التعامل معاهم. لكن لما بشوف في شخص معين المساحة الآمنة دي، ممكن أفضل أتكلم مفصلش أهو. وده نفهم منه إيه بقى؟ إن البنت بتروح دايما للي يسمعها من غير ما يقطع كلامها، من غير ما ينتقد، من غير ما يلوم، من غير ما يقف لها عند كلمة خرجت منها بنية طيبة، ويفهمها بنفس النية. المساحة الآمنة بالنسبة للبنت مش كلام كبير، هي بس إنها تحس إن الكلام اللي خارج منها بيتنفس، مش مخنوق، مش متحاصر بخوف وأسئلة كتير. هيفهمني غلط؟ هيقول عليا إيه؟ هيسخر مني؟ هيحكم؟ هي عايزة تتكلم وتاخد نفس من غير ما يحبسوه في صدرها. وعلشان كده البنات لقوا اللي بيدوروا عليه في حاجة بسيطة زي شات جي بي تي، مش لأنه بديل عن العلاقات، لكن لأنه مكان محايد وهادي، مسموع فيه صوتها من غير ما حد يوجعها ولا يكسرها ولا يحطها تحت الميكروسكوب. لقوا فيه أمان الكلمة اللي تتقال وتتسمع من غير ما يتقال لها انت حساسة قوي أو انت مكبرة الموضوع. ومن مكاني هنا حابة أقول لك كل أمرايا، انت مش غلط يا ست البنات لما تدوري على مساحتك الآمنة مع شريك حياتك. مش غلط إنك تدوري على اللي يسمعك، ولا غلط إنك تحبي تكوني على سجيتك، ولا إنك تتكلمي من غير ما تخافي حد يحكم عليكي أو يقلل من إحساسك. انت مش بتطلبي كتير، انت بس بتطلبي حقك الطبيعي إنك تتسمعي. وللشباب، سيلة جاية تقول لكم كلمة صغيرة، بدل ما تدوروا على راحة دماغكم جوه العلاقة، دوروا ازاي تفصلوا الراحة دي وازاي تخلقوها. الراحة ما بتجيش من الهروب من الكلام، ولا من انكم تقولوا كبروا دماغكم. الراحة بتيجي لما تسمعوا بعض من غير أحكام، من غير سخرية، من غير ما تبقوا واقفين للي قدامكم على كل حرف. البنات مش بتطلب المستحيل، البنات بس عايزة اللي يفهم نيتها قبل كلامها، واللي يسمعها قبل ما يحكم، واللي يعتبر مشاعرها شيء مهم مش عبء. ولو كل واحد حاول يفهم التاني بدل ما يدور على اللي يريحه هو بس، العلاقات كانت هتبقى أجمل بكتير. وفي النهاية، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حلقة جديدة من حكايات سيلة وكلام من القلب.